السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسبب الخطيب حكم جديد بحبس مرتضى منصور الثلاثاء 30 مايو 2023. قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الثلاثاء بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه ب3 شهور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قضية جديدة تحمل رقم 728 لسنة 23 جنح اقتصادية القاهرة. كما تضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20,000 جنيه و10,000 جنيه تعويض مدني مؤقت و10,000 جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين التقدم باستئناف على الحكم. كانت النيابة العامة أحالت مرتضى منصور المحاكمة لمعاقبته وفقا للمادة السادسة بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات بعد التحقق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي محمود الخطيب وفقا لصحيفة الشروق المصرية. وجهت النيابة العامة لمنصور إنه في يوم 18 من أغسطس 2022 بدليل قسم العجوزة قذف علنا المجني عليه محمود إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أمورا لو صحت لوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونا. تبعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك، والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. كما أسندت النيابة على رئيس نادي الزمالك السابق بأنه سبا علنيا الخطيب، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليها بوصف الاتهام السابق. وفي الاتهام الثالث وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.